السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ بس يا جماعه انا عايزه احكي لكم قصه، يعني دي حقيقيه، مع واحده فاتحه معانا صفحه على التيك توك. انا يا جماعه اسمي يوميات مصريه على التيك توك. ان شاء الله هغير برضو اسمي على الصفحه بتاعت اليوتيوب واسميها يوميات مصريه. اللي حصل يا جماعه ان البنت ديت كانت بتفتح لايف، وطبعا انتوا عارفين اللايفات بتاعت الايام دي والكستات بتاعت ايه، باب الخير والكلام من دوت، ان تطلع ناس يقولوا مثلا احنا ظروفنا كذا، احنا حالتنا كذا، احنا مش عارفه فينا ايه فينا ايه، ينزل لهم داعمين ويسهروا بقى بالكام ساعه ويتكلموا بالكام ساعه عشان داعمين تخش ترمي لهم ايه، حاجه احنا بنسميها ايه، التسول على التيك توك. ماشي، مش اللي حصل بقى، احنا اصلا اتكلمنا كتير في حكايه التسول عن التيك توك والكلام من دوت، وقعدنا نتكلم ونقول يا جماعه ما ينفعش ان انتوا شوهتوا صورتنا ان احنا ناس بنتسول على اللايفات. طبعا هما ما بيسمعوش الكلام، وكل يوم في ازدياد، مش في النقص، لا ده كل يوم في ازدياد في الموضوع ده. انا واحده من الناس كنت بفتح لايف على التيك توك قفلته، لان هم اي داعمين من بلاد بره بيحسبوا ان كل الستات زي بعض، يخشوا بقى بكلام رديء ومش عارفه ايه وكلام يعني مش ليه لازمه يعني. قفلت اللايف بتاعي وبقيت عايشه على التيك توك على الفيديوهات بس. المهم اللي حصل ان في واحده زميلتنا من على التيك توك، حصل ان هي اتصاحبت على ست كبيره في السن وبتدعمها، ولما بتعوز حاجه بتتصل بيها تقول لها ماشي هبعتها لك على فودافون كاش وبتبعتها لها. اللي في يوم الست ديت قالت لها بص انا جايه لك مكانك في الحته الفلانيه. وانا يا جماعه نشرت الفيديو كامل على التيك توك، بس هي ايه زعلت ان انا نشرت، مع انها هي اللي طلعت وقالت يا جماعه ما حدش يثق في حد، غلطتي ومش غلطتي والكلام ده. المهم هي راحت رايحه، والمهم الست قالت لها انا هاجي مكانك في بنها عشان اشوفك واشوف حالك والكلام دوت وهديك اللي انت عايزاه. المهم البنت دي دنتها مستنيه ان هي تيجي لام محمد، دي الانكود بتاعها اسمه ام محمد. دنتها ساعه ساعتين، قالت اطمن عليها، اتصلت بقت لها انت ما جيتيش ليه يا ام محمد، ده انا مستنياك. قالت لها معلش يا حبيبتي ده حصل لي ظروف، بس اركبي من عندك قطر وتعالي لي على محطه رمسيس وانا هدفع لك الفلوس عشان خاطر ايه اديكي الامانه اللي معايا. الست راحت واخده بنتها اللي عمرها سنه، هي لسه شابه صغيره، يعني عيب انها وشكلها جميل جدا انها تطلع وتجازف بنفسها وتجازف ببنتها وتطلع تقول انا ظروفي كذا ومش ظروفي كذا، ده انت لسه عمرك كله ما تعداش ال 25، تقدري تشتغلي وتقدري تعملي حاجات كتير. ما علينا. راحت راحة شايلة بنتها عندها سنة على كتفها، وراحت راحة راكبة القطر ونزلت فعلا عند رمسيس، لقيت الست ام محمد مستنيها، الست ما قالتلهاش حاجة وفعلا استنتها. المهم قالت لها بقول لك ايه، استني شوفي الفيديو ده، وريتها مكتب بيبيع هدوم بالكيلو اطفال وكبار، قالت لها ايه رايك تعالي معايا ما اجيب لك هدوم من عنده. وراحت معاها المكتب فعلا، واول ما دخلت العماره راحوا اتنين رجاله ضربينها بالبوكس في وشها وخدوا منها العيله اللي عندها سنه، خدوا منها العيله اللي عندها سنه. طبعا هي بتقول لك انا كنت مستعده اموت، المهم ان بنتي فريده ترجع لي. المهم قعدوا يضربوا فيها عشان ما تصوتش ويعملوا بقها قد كده ووشها قد كده، اللي عاوز يخش على يوميات مصريه هيلاقي الفيديو. بقها قد كده وحاجات قد كده وعينها قد كده، وضربوها عدموها العافيه عشان ما تصوتش. بس هي ربنا اداها الصحه والعافيه لان ده ضنايا. يعني لو هي بتقولك لو كنت هموت كان لازم بنتي ترجع لي، بتقولي كومت كل حاجه ان هم ياخدوا نفسي ويضربوني بالبنيات ويعملوني. وهي نفسها هتوريكم بقها في الفيديو اللي هو على التيك توك، هتوريكم بقها وارم وعينها قد كده، ضربوها عدموها العافيه. المهم قعدت برضو تصوت وتلتم وتعمل لغايه لما الجيران نزلوا وفعلا قدروا ياخدوا بنتها ويرجعوها لها تاني. طب احنا دلوقتي بنقول احنا اللي كشفنا اسرار بيوتنا، احنا اللي صورنا بيوتنا للناس ما نعرفهمش، احنا اللي بقينا نقول مش عندنا، مش حيلتنا، عيانين، مش لاقيين حق الدواء، مش لاقيين مش عارفه ايه. من امتى والمصريين كانوا يتكلموا عن عيشتهم؟ من امتى واحنا كنا بنتكلم ونطلع اسرار بيتنا؟ العروسه فينا لما كانت تيجي تتجوز امها تقول لها سر بيتك ما يطلعش، ما يطلعش من باب بيتك. دلوقتي احنا بنطلع له جميع الدول، جميع الدول دلوقتي بيتكلموا علينا، جميع الدول دلوقتي عارفين احنا بنطبخ ايه النهارده. يعني لما الستات تطلع تطبخ رجول فراخ وتقول هو ده اكلنا النهارده، اما الستات تطلع تطبخ العظم وتقول هو ده اكلنا النهارده، انتوا كده شوهتوا صوره مصر. انا نزلت فيديو عن مصر وبتكلم فيه عن ستات مصر، لو حصل حرب ولا حصل حاجه اتشتمت واتبهدلت اكتر الشتايم، وشتايم قذره.
يا شحاتين، يا اللي فيكوا، يا اللي سفاتكوا، يا اللي نعاتكوا. كلام يعني بجد كلام، يعني مش عارفه، بس احنا اللي جبنا لنفسينا بصراحه، احنا اللي جبنا لنفسينا. لما الست فينا تصور العدم اللي بتطبخه، وفكره هو مش عدم عشان انت فقيره، احنا لازم من وقت للتاني نجيب ماسوره. انا من وقت للتاني بروح اجيب ماسوره، وانا عشت على قدي، مش يعني بس مش بجيبها كفقر، انا بجيبها علشان هي فعلا مغذيه، حلوه للركب، حلوه لعظمنا، مش عشان انا فقيره بقى واقول ده انا باكل عظم. بروح اجيب رجول الفراخ عشان انا برضو فيها حاجات حلوه للركب، مش عشان فقر ولا حاجه زي ما احنا ما بنبين صورتنا الوحشه قدام الناس. يا جماعه ارحمونا. انا جه عليا وقت، انا ربة بيت، انا ربة معيله بمعنى اصح لعيالي. اجى عليا وقت كنت بسيب بنتي اللي عندها كام شهر، اجي الاقي بنتي اللي عندها 6 سنين صابعها بايش من كتر ما حاطه ايديها في بق اختها. كنت بغيب ب8 ساعات وانا سايبه بنت رضيعه عندها 3 شهور يا دوبك رضعت الصبح بتاعت الساعه 7، واسيبها وامشي واجي الساعه بعد 8 ساعات عشان اعرف اوفر لهم الاكل واجي، عشان خاطر اجي الاقي بنتي صابعها اللي هي في سنه 6 ابتدائي صابعها بايش من كتر ما حطيته في بق اختها عشان اختها عماله تعيط عشان جعانه. والاخر بنتي الصغيره تشفط صابع اختها لغايه لما تبوش، لغايه لما تنام. اجي اعيط وانا برضع بنتي، الاقي بنتي من كتر العياط اللي عيطته اللي هي عندها كام شهر تعمل وتشنهف. وربنا قدرني عشان خاطر انا بدور على لقمه العيش الحلال، مش دورت ان انا اروح اشحت من حد ولا حد. انا مره يا جماعه طلبت من شيخ يقف جنبي في دين، يعني انا مش عارفه اقول لكم ايه عشان خاطر ما يقولوش ان احنا بننتهك الارشادات المجتمع وكلام. مفيش حد بيقف جنب حد لله في لله، وفي ناس تقف لله في لله. والله احنا مش عايزين نعيب في حقنا، بس احنا فعلا نبوظنا سمعه مصر، واحنا فعلا اللي شوهنا صورتنا، واحنا اللي ادينا النصابين خلينا نفسنا احنا لقمه طريه ليهم. عرفناهم اسرار بيتنا، عرفناهم احنا لنا كام اخ كام اخت، مين اللي بيصرف علينا مين اللي ما بيصرفش علينا، ان احنا مش عندنا حد. رغم لما الست ام محمد دي قالت لها تعالي لي، عارفه ان ما حدش هيدور عليها. ما اكيد البنت برضو اللي هي قالت لها ده انا ظروفي كذا ظروفي، اكيد هي كدبت عليها في حاجات كتير، فعرفتها ان هي ملهاش حد غير بنتها. والتانية حبت تاخد بنتها وتبيعها، لو اعلم هياخدوها اعداء بشريه ولا هتبيعها لحد ما بيخلفش. فيا جماعه والله العظيم حرام كده، والله العظيم حرام كده، حرام ان انتوا بتعملوا في نفسكم. احنا يا جماعه كشفنا لكل الدول لما الستات تطلع تعري نفسها للدرجه دي. حرام عليكم، حرام عليكم اللي انتوا بتعملوه في نفسكم في الناس. وصلنا ان احنا اللي بنجيب لنفسنا البلاوي، يعني من كتر ما احنا بنذل لنفسنا. اها واحده استضعفتنا وكانت هتاخد اعز ما عندنا، هي ضنايا اللي ممكن يعني هي نفسها بتتكلم بتقول لك انا كنت مستعده اموت، انا مش كان هممني الضرب، انا كنت مستعده اموت علشان بنتي ترجع لي. كان هيبقى شكلك ايه لو هم خدروكي، ولا هي قالت لك تعالى شربك عصير وخدرتك وصحيتي من الغيبوبه اللي انت كنت فيها ولقيتي بنتك مش معاك، كنت هتعرفي تعيشي؟ انا بتهيألي كنت هعيش مجنونه في البلاد، لان انت هتبقى انت السبب في خطف بنتك. انت اللي كنت هتبقى السبب في خطف بنتك، ان انت سافرتي من بلد لبلد لواحده ما تعرفهاش، مجرد انها بعتت لك دعم مره واتنين سلمتي نفسك ليها، وكانت هتاخد نور عينك بنتك. انا مش قادره اقول غير ربنا يهديكوا. يا ريت اي حد يشوف الفيديو ده يا جماعه، يعني يشوف يقول ايه رايه في الموضوع دوت. اني والله العظيم انا مجرد ان انا حتى انا يعني عندي عيال، كل ما اتصور نفسي ان انا حاطه نفسي في الموضوع دوت، يعني احط نفسي ان انا ممكن بنتي كانت تتخطف مني، وبسببي انا بسبب اللي انا عملته. مش عارفه الواحد يعمل ايه تاني، كنت انتحر او اعمل اي حاجه بصراحه يعني. بس هي الحمد لله ان ربنا وقف جنبها، وان هي قدرت ترجع بنتها. الحمد لله على قد